السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر ارافق التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه YouHomes.com. التطبيق ده مساحته 98 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق موجود في انجلترا. التطبيق ده خاص بالطلاب الجامعيين اللي بيكونوا بيدوروا على سكن قريب من الجامعة بتاعتهم او الكلية بتاعتهم. بيقدروا من خلال التطبيق ده ان هم لو طلاب مغتربين، يعني رايحين الجامعة بتاعتهم في مدينة غير المدينة اللي هم عايشين فيها، او طلاب جايين من بلد تانية غير انجلترا. احنا زي ما قلنا التطبيق ده تطبيق انجليزي في انجلترا. لو جايين من بلد تانية يدرسوا في انجلترا، فالتطبيق ده بيقدر ان هو يوفر لهم سكن للطلاب. سكن الطلابي ده بيكون سكن قريب من الجامعة بتاعتهم اللي هم داخلين فيها او الكلية اللي هم هيدخلوا فيها. بيكون قريب من الكلية، بيكون سكن بيكون فيه يعني طلاب، او كل السكن بيكون فيه طلاب. بيكونش فيه مثلا ناس اسر او موظفين او حاجات زي كده. كمان بيقدر يوفر لهم بقى ايه السكن اللي هم عايزينه، سواء بقى غرفة في شقة او غرف فندقية او شقة كاملة، على حسب ما بيكونوا عايزين. يعني مثلا لو طالب حابب ان هو عايش شقة لوحده، شقة فيها أوضة فيها صالة فيها حمام فيها مطبخ الكلام ده كله. طالب تاني محتاج أوضة بس يكون فيها حمام داخلي في الأوضة. طالب تالت محتاج آه، شقة فيها مثلا أوضتين وصالة أو غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. فكل الحاجات اللي بيكونوا عايزينها بتكون موجودة وبتكون سهلة. طالب تالت محتاج غرفة فندقية، يعني بيكون فيها الأكل، ويكون فيها دراي كلين غسيل الهدوم، بيكون فيها التنظيف، بيكون فيها كل حاجة. كل الحاجات دي بيلاقيها موجودة من خلال التطبيق ده. وبيقدر يتعرف كمان على الأسعار اللي هو عايزها، او حابب ان هو يحط باكج معين او سعر معين. بيقدر ان هو يلاقي بالسعر اللي هو حاطه ده، سواء بيدفع بقى بالاسبوع، بيدفع بالشهر، بيدفع باليوم، على حسب الدفع بيكون ازاي اللي هو حابه. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بالاضافة لان التطبيق بيكون كله باللغة الانجليزية، علشان طبعا ان هو موجود في انجلترا، فطبيعي مش هيكون في لغات تانية، او اللغة الاساسية بتاعته هتكون اللغة الانجليزية. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.